هي أغبى رياضة بالعالم. أكيد شفنا رياضات مثل البوكسينج بالسيارة أو بالهواتف الداخلية اللي بشوارع لندن، وفي رياضات تانية ما رح أقولها لأنه اليوتيوب ما بيحبني إنه أقولها. بالسنوات الأخيرة بشكل عام كتير انتشرت رياضات غريبة وفكرتها غبية غير اللي بنعرفها. هاد دانا وايت، هاد رئيس اتحاد اليو اف سي. رح لكم قصته بعد شوي. اليو اف سي هي المنظمة المسؤولة عن الرياضات القتالية بالعالم، ومن الرياضات القتالية رياضة الباور سلاب، رياضة الكفوف، عبارة عن لاعبين بيضربوا بعض كفوف. اليو اف سي تقريبا ماسكة اغلب الرياضات القتالية بالعالم. يعني شلون بيخلوهم بمكان مغلق او بحلبة مغلقة ويعملوا هاي الرياضة لحتى واحد من بيناتهم يموت او يصير له شيء؟ شلون هن بيرضوا يلعبوا هيك لعبة؟ يعني حرفيا وش اللاعب بيصير وشين بعد المباراة. طبعا تم قبول هاي الرياضة وصارت رسمية بالعالم، وواحد من هاي اللاعبين بهاي الرياضة عم يقول انه فكرة هاي الرياضة غبية ولازم تتوقف باسرع وقت. شلون للاعب له سلبية وهو عم يكسب ملايين الدولارات بعد ما يطلع من المباراة؟ باقي الرياضات عندك فرصة انك تدافع عن نفسك قدر الامكان، اما الباور سلاب بفوت اللاعب على الحلبة. جعفر بصدق لو ما قلت لي انه اللاعب بفوت على الحلبة فكرته بفوت على الحمام. ومن قواعد هي اللعبة انه لازم اللاعب يحط ايديه ورا ظهره ويمسك عصاية، وهون بتبدأ المباراة وبيكون جاهز يستلم الكف بافضل زاوية. يعني الخصم بيضربوا كف للاعب بغير منظورك للحياة، او بالاحرى بغير منظوره للاعب، لانه اللاعب ما عاد عنده لا حياة ولا منظور ولا شيء. ومن قواعد هي الرياضة ما بيصير اللاعب يغمض عيونه ابدا. معه اللاعب 30 ثانية لحتى يحسن يوقف ويستعيد نشاطه، واذا ضل بالارض وما قام هون بيكون خسر المباراة. طلعوا كتير دكاترة عم يحكوا عن خطورة هي الرياضة وعن تأثيرها للاعب على المدى الطويل، وحتى على الجانب المادي اللاعب عم يربح كتير مصاري بعد ما يطلع من المباراة، بس هي المصاري كلها عم تروح على الدكاترة وعلى المشافي، لانه مثل ما قالوا الدكاترة في لها تأثيرات كتير على الجانب الصحي للاعب. وبعض الدكاترة عم يقولوا انه اللاعب يمكن ما يطلع عايش بعد هي المباراة، واذا طلع عايش فالمصاري كلها رح تروح على المشافي والدكاترة. طبعا هي الرياضة ما فيها تدريب، اغلبية الرياضات فيها خطورة بالتدريب بس مو مثل الباور سلاب. هلا بنجي لتأثير هي الرياضة على المجتمع. كلنا بنتذكر مصارعة WWE او المصارعة الحرة، بيحطوا لك قبل المباراة قالوا لا تقلدوا هي الشغلات بالبيت. كنا نحن وصغار مع اخواتنا او رفقاتنا كنا نلعب هي اللعبة ونطبقها بحرفيتها، وكان كمان بيجي واحد ثالث ويخبط على الارض 3 مرات. بقصد من هذا الكلام كله انه كنا نطبق هي اللعبة بحرفيتها وبالتفاصيل المملة. مو مملة، هي ما عندي المملة. ونفس الشيء إذا وصلت هي الرياضة أكثر للأطفال، وإذا وصلت للأطفال فبصيروا بيطلعوا ببعض وبيقولوا يلا قوم نجرب. الموضوع خطير كتير حرفيا عن المجتمع. وأكيد رح تسأل حالك إنه إذا اللاعبين ما عم يستفيدوا أو بالأحرى عم يستفيدوا على المدى القصير لأنه في مصاري عم تندفع لهم، ولكن على المدى البعيد رح تكون خطر كبير على اللاعبين. هلا في بعض الجماهير ما حبت هي الرياضة، وفي فئة تانية عم تتابعها بما إنها ممولة من شركة عالمية وعم يندفع لها مصاري وفيها دوريات وفيها جوائز. هاد هو رئيس اتحاد اليو اف سي. هاد تقريبا عنده ثروة تقدر ب 500 مليون دولار. حرفيا هي الثروة وهي المصاري عم تزيد على جثث اللاعبين. اول ما طلعت هي الرياضة كانت بسيطة من كل النواحي، من التصوير او من مكان التصوير او من الخدمات، ولكن مع الوقت صار في إلها اماكن مخصصة لهي اللعبة وشركة عم تمولها، وطبعا تسويقها على السوشيال ميديا في إله سلبيات كتير، وصار في إلها مستثمرين وصار في إلها معلنين. وفجأة ب 2020 استلمت الرياضة اليو اف سي، ودانا وايت هاد حاطط بباله من زمان انه يستلم الرياضة لصالحه. حاليا لهي الرياضة صار في إلها لاعبين وملابس محترفين، وصار في إلها معلقين وحكام ومسابقات ومباريات ودوريات. هذا اللاعب فات على المباراة وانضرب الكف وحسن يرجع يستعيد نشاطه وضرب الخصم، وبالأخير بيعطوه بس 2000 دولار. هلا بعرف انه 2000 دولار كتار وانا بحلم فيهم، بس 2000 دولار كثير قلال على هيك رياضة وعلى هيك كف اللي أكله. واللاعب بيلعب تقريبا 4 مباريات بالسنة، يعني المعادلة مو ظابطة أبدا، والشغلة كلها خسارة بخسارة حرفيا. طبعا برأيي الشخصي هي المباراة لازم تنتهي وتتوقف للأبد. وبس هون بيكون خلص الفيديو. أنا جعفر السمانة، بشوفكم الفيديو الجاي.